قرية شعالة الكردية من عشيرة الشيخان، وسكن مؤخرا عائلتان عربيتان أثناء توزيع الأراضي الإقطاع على الفلاحين، وأتوا من عدة مناطق. هم من عشيرة الجيار وعشيرة الشمر. عدد سكانها حوالي 1700 نسمة، ومساحة القرية 1300 هكتار تقريبا. تتبع لمحافظة حلب منطقة الباب المركز، تبعد عن حلب شمالا 24 كيلومتر خط نظر، وعن منطقة الباب غربا 9 كيلومتر. تحدها من جهة الغرب قرية النيربية الكردية، ومن جهة الشرق قرية دغلباش وقرية وقاح، ومن جهة الشمال قرية حزوان، ومن جهة الجنوب قرية الرحال وخربشة الكرديتين. تشتهر القرية بزراعة القمح والشعير والعدس والكمون، ومساحات واسعة من كروم الزيتون والعنب والتين، وتربية المواشي مثل الغنم والماعز والبقر ودجاج البلدي. تعرض القرية إلى تهجير لعدة مرات، كون فيها سكنة عسكرية للنظام السابق اسمها منطقة الرادارات. أغلب منازل القرية مدمرة بقصف طيران وبراميل متفجرة على يد النظام، ومؤخرا تعرض إلى قصف على يد الاحتلال التركي ومرتزقته. وأنا ألقيها بصوت محمد الأحمد، وشكر وجزيل الشكر للمحامي